في مباراة مثيرة في ربع نهائي كأس مصر، الأهلي بيحسمها ويتأهل لنصف النهائي لمواجهة إنبي. أهلا وسهلا بيكم أحبابي وأصدقائي، ما تنساش تعمل لايك وكمان ما تنساش تعمل اشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد في الملخص الكروي. الأهلي بهدف في الوقت بدل الضائع من علي معلول بضربة جزاء بيتأهل رسميا لمواجهة إنبي. الأهلي يفوز على النادي المصري في ربع نهائي كأس مصر بهدفين لهدف بعد تمديد للوقت الإضافي. كان مروان حمدي حرز هدف في الوقت بدل الضائع في الدقيقة 95 في شباك محمد الشناوي، ليعود علي معلول من ضربة جزاء بيحرز هدف التعادل. وفي اللحظات الأخيرة من المباراة وبتسديدة قوية جدا بيحرز الهدف الثاني أحمد القندوزي. اكتب لنا في كومنت وقول لنا رأيك مين هو رجل مباراة النادي الأهلي والنادي المصري، مع العلم أن مباراة إنبي في النصف النهائي لم تحدد بعد، ولكن الأهم بالنسبة للجماهير هو التأهل. اكتب لنا في كومنت وقول لنا مين رجل المباراة من رأيك.